السلام عليكم، اهلا بيكم وحلقه جديده في برنامج الملعب. النهارده هنتكلم على مباراه او اقوى قمه بدات معانا الموسم اسميا، ولكن فعليا ما كانتش قويه، وهي مباراه ليفربول وتشيلسي في الجوله الاولى من البريمير ليج، واللي انتهت بنتيجه 1-1 في الانفيلد. الماتش كله كان مستني منه حاجات كتير. الماتش الناس كلها كانت مستنيه لك جوله اولى فيها ليفربول فيها تشيلسي، دول جابوا تدعيمات دول جابوا تدعيمات، دول عايزين تدعيمات، ودي النقطه اللي هنتكلم عليها في اخر الفيديو. ودول عايزين تدعيمات. بوكيتينيو مع تشيلسي هيعمل ايه؟ كلوب بعد ما اتقرص قرصه جامده ومشى لعيبه كتير وفور الفرقه هيعمل ايه؟ هنشوف. كبدايه الماتش كان كويس. انا وجهه نظري ان الماتش لحد ما تشيلسي تعادل كان ماشي في حته كويسه، ولو ان انا اصلا اتفاجئت باداء تشيلسي. انا قلت ليفربول هينزل متحمس والانفيلد والجمهور ومش عارف ايه. ليفربول بدا الماتش حلو، ها يمين شمال، ده بيلعب ده بيلعب ده بيلعب، لحد ما صلاح بلمسه مهاريه منه ومهاره فرديه عرف يلعب ثرو باس حلو لويس دياز، حط الجون 1-0 ليفربول. قلت حلو، ليفربول هيبدا نشوف بقى ايه الحاجات اللي بيلعب عليها يورجن كلوب. يمين شمال، لا، حسيت ان ليفربول بدا يرخي. الدفاع زي ما هو، نفس العيوب بتاعت السنه اللي فاتت، نفس الغلطات بتاعت السنه اللي فاتت. فان دايك، كله قال لك فان دايك هيرجع هيشيل الدفاع، الموسم اللي فات غير اللي قبله غير، لا الموسم دوت مع التجديد ده مش عارف ايه. لا، فان دايك لسه وحش، روبنسون لسه وحش، ارنولد لسه وحش، لسه عندهم نفس الغلطات، لسه عندهم نفس الحاجات اللي بيقعوا فيها. طب نيجي للحته الاهم، طب دفاع ليفربول، وعرفنا ان ليفربول لسه ما دعمش الدفاع. ليفربول هيلصم نفسه في الدفاع. كان اهم حاجه عنده الميركاتو ده بيركز فيه نص الملعب، وقد كان جاب ماكاليستر وجاب الولد اللي ما اعرفش اسمه ده، اللي هو بنطق اسمه غلط، اسبوزاي ولا مش عارف ايه، كان في لايزبيك كويسين. بس مين النص الملعب بتاعك الديفندر؟ مين فابينيو اللي انت استغنيت عنه بدري قوي؟ ان انا كنت شايف ان فابينيو ما يمشيش، فابينيو يلعب مع الاثنين اللي انت جبتهم. فابينيو كان احسن واحد في نص الملعب. فابينيو كان اللي بيخليه وحش ان معاه هندرسون، معاه نبي كيتا، معاه تشامبرلين، معاه ميلنر، فالراجل كان بيلوص مع الليصه. انما هات له نص ملعب اقوياء، لا الدنيا هتمشي، الدنيا هتبقى كويسه. انت ما عملتش كده يا عم يورجن كلوب، واديك قاعد اهوت. كايسيدو هيتاخد منك، واسمه ايه، لوكاس ليفا ولا لافيا هيتاخد منك. نص ملعب ليفربول كارثه. نص ملعب ليفربول لو بيلاعب فرقه منظمه، او اللعيبه بتاعت الفرقه دي بتلعب مع بعض بقالها سنتين، كان خسروا سكور الماتش ده، كان يطلع 3-4. انا شايف كده. بس حظه ان تشيلسي نفسه لسه بيلصم نفسه، لسه بيقرا الدنيا، لسه بيقول انا عندي ايه، هشوف ايه. يمكن الحاجه الكويسه الوحيده في ليفربول ان هو لما كان بيحب يهاجم هجومه كان كويس. صلاح تقل، صلاح زي ما بيقولوا كده استوى، بقى هو مركز الخطوره الاهم والوحيد في ليفربول. لويس دياز لسه المكنه بتدور. يوتا ولا داروين نفس الكلام. انه نص الملعب وحش قوي. نص الملعب قصاد فرقه نص ملعبها تقيل او منسجم مع بعضه، لا هيتاكل. اذا كان نص ملعب تشيلسي اللي هو لسه كلهم بيجددوا، وفرقه تشيلسي كلها لسه بيتعرفوا على بعض، اكلوا ليفربول، خصوصا بعد الجول الاول لليفربول من بعديه من الدقيقه 30 بالظبط. ليفربول نص ملعبه اتاكل. انا شايف ان ليفربول لازم يلحق نفسه بديفندر مع الاثنين الجداد اللي جابوه. وحته انك تدخل ارنولد في نص الملعب دي مش هتضم لك طول الموسم. يعني انت حتى ما كنتش ممرنه عليها السنه اللي فاتت ومشى، وانت هل ممرنه عليها الموسم ده؟ طب هل هو هيعرف يلعبها؟ طب هو في انسجام؟ طب هو لو شلك حته من نص الملعب شويه الدفاع، كوناتي هيعرف يغطي وراه؟ فان دايك هيعرف يغطي وراه؟ حته ان انت تلعب بكوناتي وفان دايك وروبرتسون يضموا ثلاثه، وارنولد يرجع لو عليك هجمه. ارنولد اصلا في الدفاع وحش، هيلحق يبقى عنده ارتداد يلحق بيه الهجمه لو عليك؟ الله اعلم، ما اعرفش. بس انا شايف ان ليفربول لحد دلوقتي بادائه ما يطمنش خالص. نرجع بقى او ننتقل لتشيلسي. تشيلسي ده بصراحه عجبني. يعني في ناس بتقول لا تشيلسي عجبني. فريق كله لسه اول مره يلعب مع بعضه. تتكلم في ديفيد سانشيز الحارس، خط دفاع انا نفسي لسه يعني ما اعرفش غير ريس جيمس وتياجو سيلفا وتشيلو، لسه اثنين جداد مع نص الملعب. انزو فرنانديز يعتبر جديد لانه الموسم اللي فات جه في اخره. كاليجر، ستيرلينج، جاكسون، ميدويكي، لا كلهم جداد. ونكونكو اللي اتصاب دوت وهيقعد 4 شهور، كلهم مع بعض لسه. فناس تطلع الاداء ده اول مره لسه مع بعض، مع بوكيتينيو، مع مدرب جديد في ملعب زي الانفيلد قدام فرقه تقيله، حتى لو وحشه تقيله زي ليفربول، لا يبقى دي فرقه بتقول ان هم لسه هيطلع منهم بعد كده.
لسه فرقه جامده، لسه فرقه الناس هتشوفهم في حاجات تانية بعد كده. انا متفائل بتشيلسي، انا راجل بحب تشيلسي اصلا، ما بشجعهمش بس بحبهم، متفائل بيهم. اي نعم لسه عندهم حاجات كتير عايزه تتصلح وعندهم لعيبه تانية وخلاص يعني، بسم الله ما شاء الله. هو تقريبا الماتش ده اللي كان هيكسبه كان هياخد كايسيدو، وده الترول اللي كان ماشي وقت الماتش يقول لك ليفربول بيلعب تشيلسي اللي هيكسب هياخد كايسيدو. هو كده كده قبل الماتش كان تشيلسي مخلص في كايسيدو ولوكاس لافيا اصلا، فيعني قال ليفربول يلا خد وهاخد منك الثلاث نقط، بس ما اعرفش. في بقى كام لعيب كده عايز اتكلم عليهم، اولهم في تشيلسي وبعد كده نروح لمشكله صلاح فهو بيتبدل في الاخر. رحيم ستيرلينج، امشي امشي من الدوري كفايه. رحت ليفربول كنت زي الزفت، رحت تشيلسي او رحت مانشستر سيتي بعد ليفربول، جوارديولا حصرك انه يطلع منك حاجه عدله ضيعت منه اصلا تشامبيونز ليج. يعني مين ينسى الانفراد والجون فاضي والشبكه فاضيه قدام ليون، انت رحت السيتي ضيعت من جوارديولا تشامبيونز ليج. في تشيلسي السنه اللي فاتت زي الزفت، السنه دي لسه ممكن تنفجر ويبقى على راي جمهور مانشستر يونايتد يبقى موسم توهج رحيم ستيرلينج، ولكن لا يا جماعه لعيب على قده قوي، لعيب على قده قوي. الحاجه يعني الشخص الوحيد اللي مقتنع برحيم ستيرلينج هو ساوث جيت بتاع انجلترا. اي بطوله مجمعه اول واحد بنحط ستيرلينج وبعد كده بقيه المنتخب. ستيرلينج وحش قوي يا جماعه. جاكسون، نيكولاس جاكسون اللي هو لسه اول ماتش ليه بيلعب حلو، الراجل بيزق وبيغبي، مهاجم غلس، مهاجم زي ما بيقولوا كده كلح عنتيل. مدويكي هيبقى اضافه كبيره قوي 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 للفريق يا راجل. تشيلويل حط جون اللي هو اللي اتلغى ده، انا شايف ان الكوره دي لو مع ستيرلينج والله هتضيع. تشيلويل حطها بروقان ولم اليسون وراح حاططها بيمينه اللي هي الرجل الضعيفه وهو باك، والله ستيرلينج لو هو اللي في الكوره دي هتضيع. لا ستيرلينج وحش قوي. في لعيب تاني في تشيلسي عايز اتكلم عليه بصراحه، تياجو سيلفا، رهيب، راجل خبره. لا قال لك بقى اروح فريق في الدوري السعودي ولا اريح نفسي ولا اروح العب في الدوري البرازيلي، ولا انا بلعب في فرقه من التوب 6 في اقوى دوري في العالم، بلعب اساسي، بلعب على مهاجمين تقال ولسه واقف وشايل الدفاع وبنظم الدنيا وبلحق الكوره وبلعب قدام مهاجمين اصغر مني سن واللياقه بتاعتهم احسن مني، واقف تقيل. تياجو سيلفا لو تشيلسي عملت حاجه او لحقت نفسها او شالت نفسها في الدفاع الموسم ده مع المدافعين اللي هم مصابين وهيرجعوا بدلاشيل وفوفانا وتشاليوبا وكل الناس دي، تياجو سيلفا هيبقى عنصر اساسي ان منظومه تشيلسي مع بوكيتينيو تقوم. انا حاسس ان تياجو سيلفا هيبقى عامل زي الدرفيلد وفيرتونخن مع بوكيتينيو ايام توتنهام بصراحه. نيجي بقى للنقطه الثانيه بتاعت محمد صلاح وهو بيتغير. الناس بتقول لك هو كان عايز السكور بتاعه ان هو يبقى اكتر لعيب جاب اجوان في المباريات الافتتاحيه. حق، يعني لو ده سبب زعله فحق، بس السبب الرئيسي ان هو طالع وعارف ان انا اهم واحد في ليفربول، انا اللي بدور الفرقه، انا مش محمد صلاح اللي من 3 سنين عمال اجيب اجوان مش مكنه اجوان، لا انا الراجل اللي بحرك هنا وبحرك هنا وبنزل استلم وبلعب كروسات وبعمل كل حاجه. والماتش مهم، اللي هيكسب في الفرقتين هيقول انا كسبت فرقه من التوب 6 في اول جوله خدت منها 3 نقط، بتطلعني ليه؟ والدقيقه 75 مش 85 ولا 88، بتطلعني ليه؟ هو كان طالع زعلان عشان عارف ان في جزء مهم من قوه الفريق هيضعف وهينزل لما نطلع. وكلوب اتعامل بالطريقه احترافيه زي ما بيتعامل، قال لك انا بحب او بتبسط لما حد من لعيبتي بيعمل الاداء ده او بيبقى طالع متعصب وكده، لانه بيبقى خايف على الفرقه. فانا شايف ان نرفزه صلاح دي نرفزه ملعب، انا واحد عارف ان انا لعيب مهم، انا واحد عارف ان انا لعيب فرقتي قايمه عليا وفرقتي متعادله وبتعمل اداء زي الزفت، اطلع ليه؟ طب ما انا لازم ابقى متضايق. بس هو الموضوع كله يتلخص بالنسبه لي في ان ده واحد خايف على فرقته مش اكتر ولا اقل. وفي الاخر الفرقتين اتعادلوا، وفي الاخر بقى لهم 3 سنين بيقدموا لنا ماتشات ما يعلم بيها الا ربنا. اول ربع ساعه في الماتش ولا اول نص ساعه كانت بعد كده ماتش بقى زي الزفت. هنشوف دول محتاجين تدعيمات، تشيلسي عمال يصرف، ليفربول محتاس زي ما بيقولوا في الميركاتو لحد دلوقتي. بس هنشوف اخر الموسم مين فيهم هيبقى اول على الثاني، مين فيهم هيبقى تحت، مين فيهم ممكن ياخد الدوري، مين ممكن يقدم اداء مفاجئ سواء وحش او حلو. هنشوف، الموسم لسه طويل. بس ده كان كلامنا على ماتش ليفربول وتشيلسي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية. مع السلامه.